تاني يوم العيد، والمدينة زحمة بشكل يخنق. ناس كتير خارجة، بس قليل جدا اللي عارف هو رايح فين فعلا. النهاردة معايا عميل طالع معانا رحلة اليوم الواحد، هدفه بسيط: يغير مود ويفصل شوية. بس الحقيقة هو مش عارف إن الرحلة دي هتكون أكتر من مجرد خروجة. بدأنا طريق عادي جدا، نفس الزحمة، نفس الصوت، بس جوايا إحساس غريب إن اليوم ده مش عادي. وأول ما بدأنا نخرج من قلب المدينة كل حاجة بدأت تتغير. الصوت بيقل والهدوء بيزيد، وكأنك بتسيب وراك عالم كامل. الطريق بدأ يفتح والمناظر حوالينا اتغيرت، عمارات وبعدين خضرة، زحمة وبعدين هدوء، مشهد ورا التاني، كأنك بتتنقل بين عالمين. الهوا بقى أنضف وأهدى، وفي إحساس كده صعب يتوصف، إنك بدأت تفصل عن كل حاجة. يمكن الرحلات مش بس عشان نوصل، يمكن عشان نرجع نحس إننا عايشين شوية. الطريق طويل بس ما كانش ممل، كل لحظة فيه كانت بتقربنا من حاجة مش واضحة بس محسوسة. كل ما نقرب الإحساس ده بيكبر، إن في حاجة جاية مش عادية. فجأة الطبيعة بدأت تتغير بشكل أسرع، الهدوء زاد والمنظر بقى أوسع والإحساس بقى أقوى. في لحظة كده وأنا ماشي لمحت حاجة من بعيد، مش واضحة بالكامل بس كفاية إنها توقف تفكيرك. اللحظة دي كانت مختلفة، كأن الوقت وقف شوية وكل اللي حوالينا بقى أهدى من أي وقت. حسيت إننا قربنا، مش مجرد مكان، لأ، حاجة لها إحساس مختلف. وكل اللي فات كان مجرد تمهيد للحظة دي، بس الحقيقة إن اللي حصل بعد كده كان أكبر بكتير من أي توقع. مكان يخليك تسكت، تبص وتفكر وتحس إنك قدام حاجة مش طبيعية. واللي خلى اللحظة أقوى إنك توصل لها بعد الطريق ده كله. استنى الجزء التاني، عشان اللي شفناه هناك مش ممكن يتحكي بالسهولة. اللي هناك مش طبيعي. رحلة يوم واحد بس الإحساس عالم تاني. استنوا الجزء التاني، عالم السفر، سكة أمان شفافية.